اليوم العظيم وفي هذا الجامع المبارك أن يجمعنا في جناته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان، المولى جل وعلا الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة ينادي في عليائه يوم القيامة. أتدري ما يقول؟ يقول جل وعلا: أين المتحابون في جلالي؟ أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. نشهد الله تعالى وملائكته وحملة عرشه أننا بفضل الله تعالى في هذا المكان الطاهر المبارك متحابون في جلال الله تعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين. ثم إخوة الإيمان، اعلموا علم اليقين أنكم اليوم في أحب الأيام إلى الله جل وعلا، في أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى. كيف لا ونحن في يوم الجمعة؟ وما أدراك ما يوم الجمعة؟ خير الأيام وأحبها وأقربها إلى الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: صل عليه، خير يوم طلعت فيه الشمس، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله تعالى آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. هذه إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة من أحب وأقرب الأيام إلى الله. لذلك اخترت في هذا اليوم المبارك العظيم أن أتحدث ونحن في اللقاء الثاني، والكثير من أهل الحي لا يعلم إلى حد الآن أو البعض منهم أننا بفضل الله تعالى شرعنا في أداء فريضة الجمعة منذ الأسبوع الفاضل، فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في مسجدنا هذا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرسالة نوجهها لا للحاضرين فقط، بل نوجهها لأهل الحي، بل نوجهها للتجار الذين يتحلقون حول المسجد. فليسمع الجميع. وحرصت الشيخ عبد الجليل، قلت له خلي السمعة تمشي، خلينا نستسمع الخطبة. اعلموا أولا أن الله سبحانه وتعالى قد توجه بالخطاب وخص الخطاب لفئة معينة من الناس، مش كل الناس، بل خص الله تعالى الخطاب لعباده المؤمنين، وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الخطاب موجه لعباد الله تعالى المؤمنين دون غيرهم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي هدموا إلى بيت الله جل وعلا وذروا البيع. والأمر إخوة الإيمان يفيد الوجوب. الأمر في القرآن يفيد الوجوب، أي أن الله تعالى إذا أمر أمرا في القرآن فهو واجب على كل مسلم. وذروا البيع أي اتركوا البيع والشراء. وأجمع الفقهاء جميعا، نقطة خطيرة توجع، ولكن إن الله لا يستحي من الحق. أجمع الفقهاء جميعا دون استثناء على أن البيع والشراء بعد أذان المؤذن حرام شرعا. إن الله لا يستحي من الحق. وذروا البيع أي اتركوا البيع، لا بيع ولا شراء في وقت صلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. تريدون الربح، تريدون الفوز، تريدون النصرة، أدعوكم إلى بيت الله، أدعوكم لترك البيع والشراء. نسأل الله تعالى أن يجمع أمة محمد وأن يهدينا جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحبيب صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا شديدا لمن ترك يوم الجمعة ومن ترك صلاة الجمعة عن قصد وبلا عذر شرعي. فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لينتهين، مش لا ينتهين، لينتهين، لام التوكيد والتأكيد، لينتهين أقوام عن ترك الجمعات، لينتهين أقوام عن ترك الجمعات وليختمن الله تعالى على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أترضى أن تكتب من الغافلين؟ أترضى أن يختم الله تعالى على قلبك من أجل بيع وشراء فانٍ؟ بل وحذر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: صل عليه، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. من ترك 3 جمعات، من ترك 3 جمعات عمدا وقصدا بلا عذر شرعي طبع الله تعالى على قلبه. حديث خطير تقشعر منه الجلود، وإن الله لا يستحي من الحق. ركز معي أن الحديث الأول جاء فيه ختم الله على قلوبهم، لا يختمن الله على قلبهم أو قلوبهم. والحديث الثاني جاء طبع الله على قلبه. ما معنى الختم والطبع؟ الختم الطابع هو الختم، نفس الشيء ولكن مصطلحات مختلفة ولكنها تؤدي نفس المعنى. ما معنى ختم الله على قلوبهم؟ أي أن هذا القلب والعياذ بالله مختوم، يولي مغلف والعياذ بالله، قلوبهم غلف. ما معنى قلوبهم غلف؟ يعني لا تخرج منه المعصية ولا تدخله الطاعة. انتهى. القلب هو محل الإيمان. القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، أي لحمة، قطعة لحمة. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح العمل كله وإذا فسدت فسد العمل كله. الكثير سيقول هذا ترهيب، نعم، ولكن ديننا وقرآننا وسنة نبينا تجمع بين الترغيب والترهيب. لذلك أدعوك الآن إلى ترغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم علم اليقين أنك إذا شهدت الجمعة وأتيت إلى بيت من بيوت الله تعالى يوم الجمعة، اعلم أن في ذلك مغفرة للذنوب والمعاصي. اعلم أن الله تعالى سيغفر لك ذنبك. وما أحوجنا والله إلى أن يغفر الله تعالى لنا ذنوبنا. ما أحوجنا والله إلى أن يستر الله تعالى لنا عيوبنا. ما أحوجنا والله إلى أن يرفع الله تعالى عنا الهم والغم. اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وفرج لنا كروبنا يا علام الغيوب. قال صلى الله عليه وسلم: صل عليه. قال عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اسمع ما أقصر هذا الحديث وما أعظمه. قليل المبنى عظيم المعنى.
قليل الكلمات ولكنه عظيم في معناه. قال صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. صدق رسول الله، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلى الله على محمد، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من الله. الجمعة إلى الجمعة كفارة إلى ما بينهما، كفارة ما بينهما. وما أعظم تلك الذنوب والمعاصي التي نرتكبها في سائر الأيام من غيبة ونميمة وكذب وزور وبهتان وغش وما إلى ذلك من الذنوب والمعاصي التي تحتاج أن يغفرها الله سبحانه وتعالى. أبشر فإن لك الجمعة. الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، بل أعظم من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من توضأ، اسمع الحديث معنا السهل الممتنع، من توضأ وأحسن الوضوء وأتى المسجد واستمع وأنصت غفر الله تعالى له ما بين الجمعتين. صدق رسول الله. أعظم من ذلك؟ أعطيني حديث أقوى من هذا. طيب جميل، اسمع وصلي على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وبكر، من اغتسل وبكر أي أتى باكرا إلى المسجد، من اغتسل وبكر ودنا واستمع وأنصت، اسمع كانت له بكل خطوة يخطوها، كانت له تمعن بكل خطوة يخطوها أجر صيام وقيام سنة كاملة. الله أكبر. مش نعاود الحديث، سمحنا حتى تحفظوا تعاودوا الآن، عودوا للتحوت، عودوا للتجار اللي موجودين في الحي هذا. من اغتسل وبكر يوم الجمعة ودنا أي اقترب من الإمام وأنصت واستمع كانت له بكل خطوة يخطوها أجر صيام وقيام سنة كاملة. شراح الحديث علماء الحديث لما تناولوا هذا الحديث للشرح قالوا لا نعلم حديثا جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل أجرا عظيما كما جاء في هذا الحديث صلى الله على محمد. واعلم أيضا أن لله تعالى ملائكة يكتبون، لله جل وعلا ملائكة يكتبون. وكما قلت في إحدى الدروس هنا في هذا المسجد، لو رفع الله تعالى الحجاب في هذه اللحظات، لأن هناك حجاب مستور يجعلنا لا نرى الملائكة ولا الشيطان، ولكن لو رفع الله تعالى الحجاب الآن ورأينا ما رأينا من خلق الله تعالى لرأينا العجب العجاب من ملائكة الله تعالى التي تجلس معنا وتسمع ذكر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة تقف عند الأبواب أي أبواب المسجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول. ما تخافش، الملائكة هي اللي تكتب. يكتبون الأول فالأول حتى إذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون ذكر الله. حديث عظيم. اسمك سيرفع إلى الله جل وعلا بعد حين. أنا وأنت وأنتم بإذن الله تعالى والحاضرين والحاضرات الكل بإذن الله تعالى
سيذكرون الله سبحانه وتعالى، ترفع هذه الأسماء إلى الله جل وعلا. وكفى شرفا بيوم الجمعة، كفى شرفا بيوم الجمعة أن تعرض صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاتك في يوم الجمعة، وكما تلاحظون أؤكد على أن تصلوا على رسول الله، صلوا على حبيب الله، صلوا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أتدرون لماذا؟ لأن صلاتك على رسول الله يسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة. تقول لي أمر لا يقبله العقل، نقول لك لا، أنت من أمة الغيب. يقول لك أنك من أمة الغيب، رفض حاجات لا يمكن للعقل البشري أن يحتويها. عقولنا البسيطة لا يمكن أن تحتوي الغيب، ونحن أمة الغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة أكثر فيه من الصلاة على رسول الله فإن صلاتكم معروضة عليه. إن صلاتكم معروضة عليه. ما معنى معروضة عليه؟ أن يسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أبشرك أيضا وختاما ولا أطيل عليكم أن الدعاء يوم الجمعة دعاء مستجاب. الدعاء يوم الجمعة إخوة الإيمان الدعاء مستجاب. كل منا ومن الحاضرين مفتقرون إلى الله، كل منا له عند الله حاجة، فمنا المريض ومنا الفقير ومنا المسكين ومنا الذي يريد أن يتزوج ومنا الذي هو زوجته عاقر لا تنجب ومنا ابن عائق يحب يتوب. يعني كل واحد فينا عنده حاجة عند ربي سبحانه وتعالى. بل أعظم من ذلك بلدنا تحتاج أو يحتاج إلى دعاء. هذا البلد الطاهر المبارك بلد القيروان يحتاج منا إلى دعاء حتى ينقذ الله تعالى هذا البلد ويخرجه من الهم والغم. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. بالتالي يوم الجمعة عنا يعني بطاقة خضراء. اسأل ما تريد، اعرض حاجتك على الله. تقول لي منير ليك، اعطيني الدليل. ما نقول لك كيف الدليل بإذن الله؟ فقط تصلي على رسول الله صلى الله على محمد. قال صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة ساعة يوم الجمعة من وقت دخول الضوء يعني أذان الجمعة إلى ما بعد العصر أو إلى ما قبل المغرب، ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل ربه خيرا إلا أعطاه إياه. إلا يقين، يجب أن يكون يقينك على الله جل وعلا يقينا ثابتا لا يتزعزع. نعود الحديث: إن في يوم الجمعة ساعة. يوم الجمعة ونحن في يوم الجمعة لا يوافقها مؤمن وأنتم من المؤمنين، قائم يصلي وأنتم من المصلين، يسأل ربه خيرا. اسألوا ربكم خيرا إلا أعطاه إياه. ماذا تنتظرون؟ المريض يسأل ربه الشفاء فسيشفيه، والفقير يسأل ربه الغنى فسوف يعطيه، والعقيم يسأل ربه الذرية فسوف يرزقه. فقط اعرض حاجتك على الله وكن على يقين أن الله سبحانه وتعالى. مانيش باش نقول لك جرب، عيب كان نقول لك جرب، لأن الله تعالى ما خلقك لتجرب الله، بل أنت خلقت لتجرب. كن على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب الدعاء.
إذا إخوة الإيمان، الشاهد في كل هذا أننا أردنا في هذا اللقاء الثاني المبارك في هذا الأسبوع أن نعطي أو أن ننظر نظرة مغايرة ليوم الجمعة. أقول ما تسمعون، إن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إخوة الإيمان، فلندخل إلى التطبيق. ندخل إلى التطبيق والحديث يا سلام. قلنا أن في يوم الجمعة ساعة لا يقابلها مؤمن قائم يصلي يسأل ربه خيرا إلا أعطاه إياه. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا من خضعت لعظمته الرقاب، ويا من دلت لجبروته السعاب، ويا من أجاب نوحا حين ناداه، ويا من كشف الضر عن أيوب في بلواه، ويا من سمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد بأن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. صل على حبيبنا في الأولين، وصل على حبيبنا في الآخرين، وصل على حبيبنا في كل وقت وحين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، واسعدنا بتقواك، واجمعنا مع نبيك وحبيبك ومصطفاك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى، اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا، وجلاء همومنا، وذهاب أحزاننا، وذهاب أحزاننا، وشفاء لمرضانا، ورحمة لموتانا، ورحمة لموتانا. يا أكرم الأكرمين، أمنا في أوطاننا، أمنا في أوطاننا، أمنا في أوطاننا. اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا سوءا، اللهم من أراد ببلدنا سوءا فاجعل تدميره يا رب العالمين، اجعل كيده في نحره يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين، امتنعت اللسان في الدعاء إليك فيسره بالنطق عند الوقوف بين يديك. ارزقنا الشهادة عند سكرات الموت، ارزقنا لا إله إلا الله محمد رسول الله عند سكرات الموت، فإنه من قالها دخل الجنة. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار، ولا تحرقنا بنارك إنك أنت الغفار. ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا إله غيرك فنرجوه. أغلقت الأبواب إلا بابك يا أرحم الراحمين. بابك مفتوح للمذنبين، بابك مفتوح للمقصرين. فها نحن يا أكرم الأكرمين في هذا اليوم العظيم ننصب إليك وجوهنا، ونقلب إليك قلوبنا، ونقلب إليك قلوبنا، فلا تردنا خائبين. يا أكرم الأكرمين، تب علينا يا الله، ارحمنا يا الله، اهدنا يا الله، سامحنا يا الله، تجاوز عنا يا الله، يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن
أن لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. سدوا الخلل. استووا واعتدلوا يرحمنا